السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم من جديد في مطبخكم، مطبخ دودي وماسة. عاملين ايه؟ وحشتونا جدا 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 جدا. كام يوم والعيد يهل علينا بروايحه الجميلة. كل سنة وانتوا طيبين. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة البسكوت التحفة اللي انتوا شايفينه. مختلف تماما عن بسكوت العيد التقليدي. مكوناته سهلة ومقرمش وبيدوب معاكي وانتي بتاكليه. ده غير شكله التحفة بقى، يا سلام لو هتقدميه لضيوفك. حاجة فعلا تشرف. ومتأكدة انه هيعجبكم، ومتأكدة انك هتدعي لي. تعالوا بقى نسمي الله ونصلي على النبي واوريكم انا عملته ازاي. عشان المقادير بتاعتك تطلع مظبوطة، جبت معايا هنا 550 جرام من الزبدة الصفراء. طبعا هي متماسكة خارجة من التلاجة، انا هعمل لها حمام بخار دافي خالص. تبدأ تسيح بس تبقى بدرجة حرارة الغرفة. زي ما انتوا شايفين انا ما خليتهاش تسخن، يا دوب عشان لما اجي احط بقيه المكونات معاهم اعرف ان انا اربهم بايدي او المكونات تختلط معاهم صح. نزلنا بكميه الزبده كلها في بوله واسعه. وزي ما انتوا شايفين كده هتبقى لينه معايا في العجن. وهنزل عليهم بالسكر البودر. ومهم ان السكر يكون بودره. يعني ما تجيبش سكر عادي واعمله دول كده 3 اكواب من السكر. 3 اكواب سكر على 550 جرام من الزبده. الوصفه دي لا بتاخد بيض كتير ولا بتاخد سكر كتير. هقلبهم مع بعض الاول وبعدين هبتدي اعجن بايدي كويس قوي لحد ما تختفي كل تكتلات الزبده اللي موجوده. يبقى معايا قوام واحد. وانا بفضل في الوصفه دي ان انا اشتغل بايدي ما اعملهاش بالمضرب. يا رب تكون الصوره موضحه قدامكم. انا كده ببتدي ابوش او ادوب الزبده، كتل الزبده اللي موجوده بايدي، وفي نفس الوقت ادوب السكر جوه الزبده. شايفين كده تقريبا تكتلات الزبده اختفت معايا الا حاجات بسيطه. هكمل واقلبها. ده بيكون القوام اللي انا عايزاه بالظبط، قوام هش جدا وكريمي والسكر بيختفي تماما جواه. طيب هبتدي بقى انزل ببيضتين الاول. وبالمضرب بقى هنا اقلبه لحد ما البيض يختفي تماما فيه. وهرجع اضيف بيضتين تانيين. انزل بالبيض في اي وصفه بسكوت بتعمليها، البيض انزلي بيه تدريجي. ما تنزليش بيه مره واحده. وترجعي تضربي تاني او تقلبي تاني لحد ما البيض يختفي تماما. والوصفه دي انا استخدمت لها 4 بيضات بس. عشان انا زي ما قلت لك لا هناخد سكر كتير ولا هناخد بيض كتير. دي بتختلف شويه عن وصفه بسكوت العيد التقليديه اللي احنا متعودين عليها. الكميه اللي انا عملتها دي استخدمت فيها على الميزان كيلو و300 جرام من الدقيق. اقل من كيلو ونص بحاجه بسيطه، كيلو و300 جرام بالظبط. وهنزل بكيس كامل من البيكنج باودر. وطبعا منساش الفانيليا. كيسين فانيليا كده حلوين. ورشه ملح. وابتدي اخلط المكونات مع بعض لحد ما السمنه تتشرب الدقيق تماما. او الزبده بتاعتي تتشرب الدقيق تماما. هبتدي بقى الفها بايدي. انا يا دوب بخلط، مش بعجن بفكره العجن، مش بضغط جامد. كده الدقيق ابتدى او العجين الخلطه بتاعتي ابتدى يظهر قدامي والدقيق ابتدى يختفي تماما. باخد من تحت لفوق كده عشان اتاكد ان مفيش اي دقيق موجود تحت. شايفين هي طريه ولينه ازاي؟ عفوا. حلوه وما بتشققش وجميله. وريحتها كمان حلوه قوي والزبده باينه فيها جدا. ونسيت اهم خطوه، احنا ما حطيناش النشا. المكون ده مهم جدا على البسكوت. هضيف عليه كوبايه كامله من النشا. وهرجع اكمل عجن تاني. بخلطهم مع بعض كده زي ما انتوا شايفين. ولميتها كلها مع بعض وخلاص ما عادش ظاهر فيها نشا او اي دقيق.
وبيكون القوام طري ولين زي ما انتوا شايفين اهو قدامكم اهو. هاخد بقى نص الكمية بتاعتي وهحطها في بولة تانية وهنزل عليها بمعلقتين كبار من الكاكاو الخام، الكاكاو الغير محلى اللي مبقاش عليه سكر عشان ما يأثرش معايا على طعم البسكوت. وهبتدي الف العجين مع الكاكاو لحد ما العجينه تتشرب الكاكاو تماما وتاخد معايا اللون البني بتاع الشوكولاته. ده بيكون شكلها بعد ما خلصت عجن. هنا بقى هبتدي اشكلها في السيجان وهقول لكم انا عملت ايه بالظبط عشان تطلع معايا بالشكل الجميل ده. شايفين برضو حلوه ما بتشققش وجميله اهي قدامكم. ادي الصاج بتاعي وهاخد قطعه من العجين اللي عندي واحطها في الصاج، وهاخد قطعة تانية قصدت اعملها قدامكم عشان نحاول على قدر الامكان ان نخلي القطعتين قد بعض عشان يطلع البسكوت كله مقاس واحد، ما تبقاش واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. نعمل بقى واحدة شوكولاتة بنفس المقاس، وهناخد بقى واحدة تانية قد ما نقدر نخلي المقاسات كلها واحدة. طب نركز بقى مع بعض في الحتة دي. عملنا واحدة بس صغيرة، شايفين فرق المقاسات؟ هقولك ليه عملنا واحدة صغيرة دلوقتي. وهناخد واحدة شوكولاتة كمان ونعملها بنفس حجم الصغيرة التانية اللي كانت معمولة، وهنجيب الاتنين نضمهم على بعض كده ونضغطهم ونبتدي نلفهم مع بعض عشان نعمل كورة فيها أبيض وشوكولاتة. أعمل قدامكم واحدة تانية بنفس الطريقة وأضغط بإيدي كده وأنا بلفها عشان ما تفصلش مع بعض مني وأنا بشكلها. هنشكل إزاي بقى البصامة بتاعتي؟ كل اللي هعمله إني هحطها على الكورة وهضغط ضغطتين بس. لو جديدة ادهنيها الأول رشة زيت علشان العجينة ما تلزقش فيها بالفرشة كده ودهنة زيت بسيطة. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بتدي شكل مميز جدا للبسكوت. ادي اول صاج باول شكل. هدخله الفرن على ما اعمل الصاج التاني، والصاج التاني غيرت الشكل وعملت شكل الوردة ده. يبقى انا كده عملت البسكوت بتاعي على شكلين اتنين. ندخلهم الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتابع سواها. اول ما تحمر من تحت هنطفي عليها على طول. كده خرجناها. شايفين شكلها من تحت عامل ازاي؟ واخده لون الذهبي ولونها من فوق ابيض مايل للصفار، والنقشه بتاعتها جميله، ما ساحتش معانا حاجه فعلا تشرفك قدام الضيوف. ولا اجدعها حلواني ولا الحوجه بقى ان احنا نروح نشتري بسكوت وكحكه من بره برقم خزعبلي ونجيب الحاجه وتتكسر مننا في النقل. الحاجه في البيت مكوناتك موجوده عندك، خامات نظيفه. طبعا اهم حاجه برضو انك تستخدمي نوع دقيق نظيف وهتطلع نتيجه تحفه. قدمتها لهم بالشكل ده وكانوا موهومين بيها، حبوها جدا مع كوبايه لبن كده وانبهروا بيها. يعني مش قادره اقول لكم انا مبسوطه ان هم مبسوطين علشانها. كده تبقى وصفتي النهارده خلصت. يا رب تكون عجبتكم واتمنى تكونوا استفدتوا منها، وما تنسوش تقولوا لي رايكم لما تجربوها في الكومنتات. ومن هنا لحد ما نتقابل في فيديو جديد من فيديوهات مطبخ دودي وماسة، اسيبكم في رعايه ربنا وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكل سنه وانتم طيبين.